السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم راح أقول لكم 10 معلومات عن لعبة ماينكرافت وبس. يلا نبدأ. المعلومة الأولى: ما راح تقدر تكسر الخلية النحل إلا باستخدام أداة عليها سليك توتش. المعلومة الثانية: إذا شربت بوشن اوف انزابيلتي ومشيت بين الوحوش ما راح يهاجموك. المعلومة الثالثة: إذا صعقت البرق ضربت الفيليجر راح يتحول لساحرة. المعلومة الرابعة: إذا لقيت خلية وكان في داخل هاي الخلية نحل وأنت حابب تاخذ العسل، حط تحت الخلية كان فير وخذ العسل والنحل ما راح يهاجموك. المعلومة الخامسة: إذا حطيت الريدستون في آلة البوشينات الريدستون راح يكبر مدة البوشن. وإذا حطيت جلوستون في آلة البوشنات الجلوستون راح يزيد فعالية البوشن. وإذا حطيت كان باودر في آلة البوشنات البوشن راح يتحول لسبلاش بوشن. كلنا بنعرف انه الايرون جولم اذا ضربته راح يضربك وراح يهاجمك ويموتك، ولكن اذا انت رسبنت الايرون جولم نفسك وضربته الايرون جولم ما راح يهاجمك. انت ما راح تقدر تاخذ الكاوبويب الا باستخدام الشير. اذا نطيت من مكان عالي على الهي بيل راح يخفف الدمج. انت ما راح تقدر تاخذ الكام فاير الا باستخدام الات عليها تتويت سليك توتش، بس اذا كسرت الكام فاير بايدك الكام فاير راح يعطيك 2 شاركول. اذا رميت سهم على البوتون كان في قدامها البوتون ريدستون راح يتفاعل. وبس هيك بنكون نهاية المقطع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا لكل المشتركين بقناتي، والله فرحتوني كتير. وبس باي ونلتقي بالفيديو الجاي.